حنسينا العمر ما حنسي ما حنسينا منات العيني على ليلاني على ليلاني. سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تاعي بأحسن الأحوال. كما راكم تلاحظوا اليوم جبت لكم تصميم آخر من تصاميم صاحبة الأنامل الذهبية واللي هي الأخت ديالي. اليوم راح نشارككم بهذا القفطان اللي كانت خدمته لوحد العروس. اول حاجه رايحين نبداو بها واللي هي لا سينتور ديالو. كما راكم تشوفوا هذه السبته كانت خدمتها على حسب الذوق تاعها، حاولت انها دير لمسه من لمساتها. كان الحال اذا راكم تلاحظوا وضعت هذا الورد فاصل ما بين الجزء الاول من لا سينتور، درته كامل مسطح بهذاك العقيق، والجزء الاخر درته بهذا الشكل. حقا كانت بصمة جدا رائعة، حيث أنه صاحبة هذا القفطان أبهرت يعني باللمسة اللي وضعتها لها. والآن رايحين نروحوا للجزء السفلي تاع القفطان. كما راكم تلاحظوا هذا الجزء كان حبته على شكل صيغان، جاي صيغي من الفوق وبعد كامل في الأسفل يجي اون فورم. واذا راكم تلاحظوا معايا الجزء الخلفي تاع القفطان جاي طويل على الجزء الامامي، يعني كيكون ملبوس تلاحظي انه جاي عنده لا ترينغل من اللور. هذا الجزء تقدري تلبسيه هكذا وحده، كما تقدري تزيدي له الجزء الفوقاني تاعو. دارتو لها بالتول بيرلي كما راكم تشوفوا، تول ترافايي فيه هذو الالوان جد رائعه، والكامل القماش هذا فيه العقيق حر، والأكمام تاعو كما راكم تلاحظوا جايين شفافين. صدقوني عندما راح يتلبس راح يبان الشعر نتاعو اكثر واكثر، ولكن ما قدرتش نصور لكم ملبوس لانه جاي بزاف شفاف ومكشوف من ناحية الصدر. ولكن ان شاء الله نكون لحقت لكم التعبير والصورة تكون اوضح من ما علقت. ان شاء الله راح نتقاسم معكم في الفيديوهات القادمة اكثر واكثر من التصاميم اللي كانت خدمتهم في الايامات اللي فاتوا. بهذا نكون وصلت معكم الى نهاية فيديو اليوم اللي نتمنى يكون نال اعجابكم. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.